مدام نجلة، أنا متأسف اللي بكلمك في وقت زي كده، بس أنا عايز أقابل حضرتك ضروري. فين؟ عارفه. طيب يا فندم. الساعة 9؟ متشكر أوي. متشكر، متأسف تاني مرة. مع السلامة. الصبح قمت على صوت فريد، صوت بقى ورزع. لا كان جامد قوي قوي قوي. تلاقيك ما كنتش متغطي كويس يا دكتور. صدقيني ما كنتش بحلم، بس في حاجة في البيت أنا ما شفتهاش. الظاهر أوضة أو قبر، يمكن هي اللي بتعمل الصوت ده. أنا افتكرت دلوقتي. إيه؟ عمي كان بنى أوضة صغيرة ورا الفيلا. عارفها؟ وكان عامل فيها حاجة كده زي تدفئة، أنت عارف قبل الاختراعات الجديدة دي، جايز هي اللي بتعمل الصوت ده؟ والله جايز. على العموم هشوفها الليلة. لقيت حاجة؟ ابدا يا دكتور، الفرن ده من نظام حديث ويشتغل 50 سنة لقدام. اصل الفرن ده معمول زمان ايام ما كان فيه خشة واخلاص. يعني ما كانش في حاجة مفتوحة؟ باب الفرن كان مفتوح. الظاهر بقى الهواء كان بيزق. هو ايه يا دكتور؟ ده عشان الباب اتفتح من مطرحه، عاوز 10 فتوات مع بعضيهم عقبال ما يفتحوه. انت ادرى. طبعا اذنك. عايز كام؟ اللي يجيبه يا بيه. 5 جنيه كويس؟ كويس يا بيه. مع السلامة. الله يسلمك. الو، اهلا. ازيك يا هدى؟ لا يا ماما انا صاحي. مالها سلامتها؟ ها؟ بقول لك ايه، عندك دواء كحه؟ وراك السلقه كويس، اديهولها. بالمره كمان اديها قرص نوفالجين او حاجه عشان الحراره تروح، اذا كان في حراره يعني. لا يا روح ما تخافيش عليا، ما تقلقيش انا كويس. تصبح على خير، مع السلامه. بتشوف لها البخت ولا ايه؟ هاشم، ها؟ مالك؟ لا ماليش ولا حاجه. مالكش ازاي؟ ده انت سرحان خالص. انا بشوف زورها. زور ايه بس؟ البنت فاتحه بقها بقالها ساعه وانت مبحلق فيها ولا كانك هنا. سافرت وجيت ولا ايه؟ كنت بشوف اذا كان لوز ولا احتقان في السور. وطلع ايه؟ لوز.
طب والعمل؟ ولا حاجه، انا هكتب لها دلوقتي على انتي بيوتيك، بعد ما تخف ان شاء الله هدى لازم تعمل لي العمليه. حاضر. هاشم. نعم. تعالى معايا تحت، عايزاك في كلمتين. مش معقول يا هاشم هتفضل حزين كده طول عمرك. ما كنتش احزن على بنتي يا هدى، احزن على مين بس؟ كلنا هنموت يا هاشم. ايوه لكن استغفر الله العظيم يا رب، حاول ايه؟ اوعى تفتكر اني ما حزنتش عليه عشان بقول لك كده، بس انا انسانه عمليه ومفيش حد بيعيش اكتر من ربنا في الوجود. ونعم بالله. خلاص يبقى نعيش. هي عايزاني اعمل ايه؟ اولا تفتح عياده. طيب. وثانيا؟ ثانيا يا سيدي مش معقول ابدا تقعد في بيت طويل عريض كده لوحدك. اتجوز. انت فاكره ان الجواز بالسهل يا هدى؟ اه طبعا، انت في عز رجولتك لسه يا هاشم، والف واحده تتمناك، ثم الجواز خلاص ما بقاش صعب زي زمان. لسه بدري يا روحي، لسه بدري. هو ده اللي حصل بالظبط يا نجلاء. انا راجل عارف كويس قوي بقول ايه. تفتكر في ايه؟ ما اعرفش. صوت دق ورزع اول امبارح، وقبليها بكام يوم كوره تنط من فوق السلم وتنزل قدامي بالظبط. ايه ده؟ انا عمري ما قابلت بالكلام ده ابدا. هاشم تعالى اقعد جنبي شويه. في حاجه عايزه اقولها لك. ده كلام انا ما كنتش عايزه اقوله لاني كنت فاكره انه عمي كبر في السن وبيخرف. هو مش عمك اللي بنى القصر ده؟ لا، عمي اشترى القصر ده من 20 سنه، قعد فيه فتره قصيره وبعد كده ساب القصر وجي قعد معانا وحكى لبابا اللي حصل، الله يرحمه. بس طبعا بابا ما صدقوش. المهم كانوا بيقعدوا في القصر كل 6 أو 7 أشهر كده. اما تميت 21 سنه استلمت القصر ده، لكن عمري ما فكرت اجي اقعد فيه حتى لما اتجوزت. مين كان صاحب القصر ده قبل عمك ما يشتريه؟ معرفش، لكن ممكن اعرف من العقد اللي عندي. ايوه، لاننا لو عرفناه ممكن نعرف قوي ايه اللي حصل في القصر قبل ما يتباع لعمك. وتعرف منين؟ متأكدة ان ده المحل بتاع الراجل اللي باع لعمك القصر؟ ايوه طبعا، انا اتصلت بيه وتاكدت انه هو، وجبت نمرته من الدليل. الله يرحمه، عمك كان راجل عظيم. متشكره قوي. سيادتك فاكر اشتريت القصر ده من مين؟ ايوه، استنى ما افتكر اسمه. كان اسمه ابو زيد حسين ابو مجاهد. بالظبط كان اسمه كده، لان مراته وبنته ماتوا في حادثه عربيه. وبعدين؟ ما قدرتش تستحمل الصدمه، وعشان كده خد ابنه وسافر مصر، وعشان كده باع القصر. وبعد كده عرفت انه كان جوز الام، يعني مش ابو الولد ولا البنت اللي ماتت. طيب الفترة اللي حضرتك كنت ساكن فيها في القصر، يعني ما حصلش أي حاجة غريبة؟ والله يا ابني ما خدش بالي من الخرافات دي. يعني حصل حاجه في القصر؟ سمعت حاجه؟ سمعت وحسيت. مالك ساكت ليه؟ لا أبدا، بفكر هل اللي بيحصل ده له علاقة بالحادثة اللي حصلت لي واللي حصلت لصاحبة القصر وبنتها؟ حادثه؟ أيوه، إيه اللي بيحصل في القصر؟ مين؟ اسمع يا هاشم، انت تنسى خالص اللي بيحصل في القصر دلوقتي. تعال نروح نقعد في اي حته، ولا انت خلاص عايز تروح؟ لا أبدا، بالعكس، تعالي نقعد. أنا خلاص دماغي هتنفجر، مش قادر أفكر صح أبدا. نروح النادي؟ يا ريت. يلا. يلا.
كده ليه؟ بتخوفك؟ عايزاك تسيب القصر. والله ما انا عارف، انا خلاص ما بقتش قادر، ما بقتش قادر ابدا. اسمع يا هاشم، نعم. لو ما بقتش قادر انا هرجع لك فلوسك واقفل القصر ده خالص. يا نجلاء انا مش بقول لك ده عشان تقولي لي كده، مش هو ده المقصود. انا مش عايزاك تتعب اكتر من كده. يا ستي مش انا اللي تعبان، امال مين؟ روح البنت اللي شفتها في البانيو هي اللي تعبانه. من ايه؟ مش عارف، حسيت انها عايزه تكلمني بس مش قادره، زي ما يكون في حاجز بيني وبينها. بس صدقيني انا ما خفتش منها. عارف في الاول حسيت بايه؟ ايه؟ حسيت انها روح هاله بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بعد كده حاولت افهم اللي عايزه تقوله. فهمت؟ لما حدفت الكوره ولعبت على البيانو حسيت انها عايزه تقول لي انها زي بنتي. يبقى كانت عايزه تلعبك صد رد. ردت ايه وصدت ايه يا هدى؟ الله، ما هو يا هاشم الكلام اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي خالص. ممكن. وبما انك ما شفتيش اللي حصل يا هدى يبقى عمرك ما هتفهميني. مش فاهمه ومش عايزه افهم اي حاجه خالص. هاشم انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرف الروح دي جت منين؟ جت البيت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ امبارح حسيت انها هتتجنن عشان عايزه تتكلم. كانت بتهز كل حاجه، بتهز النفس بشكل غريب يا هدى جدا. يعني كانت هتتجنن يا هاشم؟ كانت بتهز كل حاجه في البيت؟ هو ده اللي حصل. طيب انا هروح اعمل لكم شاي، اصل الخبرين اللي بتعملوه لي في مخي ده ممكن يخليني اهز الفيلا. ما هي المساله مقامات بقى، روح صغننه تهز البيت ده وتهز اللي لكن انا ممكن اهز الفيلا كلها. واضح انك متحمس وعايز توصل لحاجه. بالظبط، لكن ازاي؟ انا هتصرف. انت تعرفي حاجه عن المواضيع دي؟ مش عايزه اقول لك ونقع في الدجالين. اديني مهله يومين. خلاص. الو، اهلا. ازيك يا نجلاء؟ لا ابدا، قاعد اقرا. بالعكس البيت هادي جدا وما حصلش اي حاجه. اتعشيت؟ لا، ما هو لازم تاكل. انت لو شفت الاكل هتجوع. اوكي؟ مين؟ لا، بكره هعرف. طبعا واثقه فيهم. انت ما تقلقش، انزل اتمشى شويه في الجنينه، بعد كده ارجع كل ونام. ولما تصحى الصبح كلمني. اوكي؟ تصبح على خير. وانت من اهل يا ستي.
جمال شوكة مهران 1936. الو هاشم، مالك في ايه؟ ايه؟ طب هي الساعة كام دلوقتي؟ طب خلاص انا هجيلك على طول. طيب مع السلامة. معك حق، متزعلش مني. انا ما كنتش مصدقه قوي الكلام اللي انت قلته. يا نجلة بتلاقيك تصدقي وما تصدقيش. ده انا لو مكاني كنت هبقى زيك بالظبط. هاشم انت راجل بتاع علم، مشرط وجبت، يعني حاجات ملموسه. صعب انك تؤمن بالحاجات دي لو ما كنتش شفتها بنفسك. فعلا عندك حق. انت عمرك ما حاولت تقرا اي حاجه عن الروحانيات؟ بصراحة ولا عمري فكرت اقرا فيه. طبعا انت تعتقد ان اللي موجوده هنا هي روح بنت صاحبه البيت اللي اتقتلت في حادثه العربيه؟ بالتأكيد. هاشم، في ارواح هايمه، والارواح دي بتبقى شريره، ملهاش مكان لا في السماء ولا في الارض، بتبقى مطروده لغايه يوم حسابها، بتقعد في اي مكان فاضي، واذا سكن حد المكان ده بتحاول تخوفه او تاذيه لغايه ما يخاف ويسيب لهم المكان ويهرب. جايز اللي تقوليه فيه شيء من الصح او الحقيقة، لكن اللي بيحصل هنا حاجة تانية. انا عندي احساس غريب، في حاجة جوايا بتقول لي ان اللي هنا مش مؤذي ولا بيحاول يهربني من القصر، بالعكس عايز يفتح لي طريق لحاجة بس مش عارف يوصل لي. في حاجز قوي بيني وبينه. انا هصدق احساسك وخليني معاك، جايز تكون انت على حق. ايوه، طب والعمل اللي انا فيه ده العمل ايه دلوقتي؟ لازم يكون في وسيط بينك وبين اللي هنا. وسيط؟ اجيبه منين انا الوسيط ده دلوقتي؟ مش انا امبارح قلت لك سيبني يومين؟ خلاص يا ستي، استنى يومين. حاضر.
اليوم 17/11 بدأت مرحلة جديدة. أعتقد أن هذه المرحلة ستحدث تغييرا كليا وجزئيا في حياتي. بدأت هذه المرحلة منذ اليوم الأول الذي أجرت فيه هذا القصر من السيدة نجلاء فؤاد، ولكن هذا القصر لم يمهلني الوقت الذي يمكن أن أستريح فيه، ولكن الأحداث بدأت مثيرة منذ اليوم الأول. الو، اهلا، صباح الخير يا هاشم. الحمد لله كويسه. لا، عادل مش موجود في الشغل، ما انت عارف. وانت اخبارك انت والجو؟ ايه؟ جلسه ايه؟ تحضير ارواح؟ انت اكيد اتجننت. لا طبعا، مش ممكن انا احضر حاجه زي كده. روح طفل، ايه اللي انت هتحضره ده؟ لا يا هاشم، مش هحضر. ما بحبش الحاجات دي. اصل لو حضرت بقى العفاريت اللي على جتتي كلها هي اللي هتطلع، وتبقى بقى زهر مش جالسه تحضير ارواح. لا يا هاشم، هبقى اطمن عليك انت وهي. طيب، مع السلامه. هما ميعادهم الساعة كام؟ دلوقتي. ميعادهم دلوقتي. انت عارف بتفكرني بايه؟ بإيه؟ التلميذ الشاطر اما يكون مستني امتحان اخر السنه. أنت هتتريق عليا؟ والله. اهلا وسهلا. اتفضل. ايوه، اتفضل. اتفضل. اتفضل يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اتفضلوا. لا هنا ما ينفعش. لا، اتفضلوا هو. اتفضل. 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 اتفضل يا استاذ. اتفضل يا فندم. عايزين ورق ابيض وقلم. حاضر. اتفضل يا فندم. اتفضل. فريق أنيق حريف مليق أنزلوا حتى يراكم الناظر بعينه ويكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجي فهو محيط بكم أينما تكونوا تأتوني مسرعين بحق برهتهم كرير تتليه طران مسجل ترقب برهش غلمش خطير قنهود برشال نبوشبخ برهيولا كيدهولا أتوني مسرعين الوحى العجل الساعة أنزلوا أينما تكونوا. مين اللي موجود معانا؟ ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل؟ طفل ولد. عندك كم سنة؟ سبع سنين. اسمك ايه؟
جمال، عايز ايه من البيت ده؟ انت موت ازاي يا جمال؟ مقتول. عايز مين هنا؟ الدكتور هاشم. ليه؟ هو الوحيد اللي يحس بمعنى موت طفل، لأن بنته ماتت مقتولة زي أختي. طب عايز منه إيه؟ عايز يمشي. لازم تقول قبل ما تمشي. لازم تقول قبل ما تمشي. حاضر يا جمال، حاضر يا جمال. انصرفوا من هذا المكان حيث ما جئتم. انصرفوا، انصرفوا، انصرفوا. انا كنت متاكد من اللي حصل. مع السلامه. ما كنتش اعرف انه احساسك صادق للدرجه دي. دي اول مره تحصل لي يا نجلاء، انه لو فعلا كان احساسي صادق كنت حسيت بكل حاجه هتحصل لبنتي. هاشم، ما تفضلش تلوم نفسك. ده ربنا هو اللي اختار لها الطريقه اللي تموت بيها. اوعى تفتكر ان احنا مخيرين. انت ما تقدرش تخطي خطوه واحده الا باذن الله. ونعم بالله. خلاص، يبقى تشيل عقدة الذنب اللي جواك دي خالص. حاضر. انا خايفه عليك ومش عايزه اسيبك، لكن انا فاهم. تصبح على خير. يلا. لا سلام. حق برهطيه برهطيه كرير كرير تتليه تتليه طرار طرار مسجل مسجل ترقب برهش غلمش قطير قنهود برشال نموشلخ برهيولة كيدهولة ائتوني مسرعين 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 الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة انزلوا اينما تكونوا. مين اللي موجود معانا؟ ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل؟ طفل. ولد. مين اللي موجود معانا؟ ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل؟ طفل.
طفل ولد. عندك كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنين. اسمك ايه؟ جمال. جمال. عايز ايه من البيت ده؟ هاشم كفايه كده. قوم نام بقى عشان خاطري. انت قلت انك ما نمتش طول الليل. ما قدرتش. طب خلاص قوم استريح، على الاقل تقدر تفكر كويس. حاضر. مين القاتل ده؟ ازاي؟ هاشم، احنا متفقين ان روح الولد موجودة وانت شفتها قبل ما يجي الوسيط. صح. المشكلة اللي كانت بينكم انه ما كانش قادر يكلمك، كان في حاجز بينكم، انما دلوقتي الحاجز ده خلاص انكسر. برضه مش قادر افهم. هاشم، الولد كلمك وانت سمعته. ايوه كلمني من خلال جهاز التسجيل. ما هو انت مش هتقدر تكلمه الا من خلال جهاز التسجيل. التسجيل هو الوسيط اللي بينكم. قول يا جمال، مين اللي قتلك؟ جوز ماما، الميراث. اسم والدك ايه؟ جمال، شوكت، مهران. طبعا انا مش سامعك، لكن حاول تفهمني. البانيو، الملجأ، الملجأ. حد اكتشف الجريمة يا جمال؟ وإذا ما كانش حد اكتشفها، دفنك هنا ولا في مكان تاني؟ محدش عرف. البير، العزبة، طنطا، السلسلة. أرجوك، أنا تعبان تعبان تعبان. الو؟ ايوه يا رجلاء، اجاباته مختصره جدا زي اللي بيقول الغاز. اللي عرفته بقى ان اسمه جمال شوكت مهران. اللي فهمته ان عندهم عزبه في طنطا. طب اسمعي بقول لك ايه، اشوفك بعد نص ساعه. اوكي؟ مع السلامه. جمال شوكت مهران اللي كان وزير ودلوقتي عضو مجلس الشعب. الله، مش هو ده اسم الولد؟ مش جايز يكون تشابه اسماء؟
جايز او جايز لا. والله كل شيء ممكن، بس ازاي؟ واحد عايش وموجود والتاني مات. هي المسألة فعلا تحير قوي. على العموم كل شيء مسجل في دفاتر رسمية. اللي مش قادر افهمه حقيقي حكاية البير والسلسلة. حاول تاني. طبعا هحاول. وانا هجيب لك تاريخ جمال شوكة مهران، شهادة ميلاده فيها اسم امه. ما هو ضروري يكون فيها اسمه. ولما نلاقي شهادة ميلاده فيها اسم امه هنعرف، وساعتها هنتأكد اذا كان هو جمال شوكة مهران ولا لا. تتأكدي منين؟ من شهر العقاري، لان القصر باسم ام الولد اللي مات، زي ما عرفنا من البلتاجي اللي باع القصر لعمي. اللي سافر معاه مش انا، واحد من الملجأ ورجع بعد الحرب وقال اني خفيت، لكن انا تعبان. انت مدفون فين يا جمال؟ في بير في الارض باسمي طنطا، في دليل السلسلة الذهب عليها اسمي، هناك. الو. ايوه نجلاء، انت فين؟ شوف انا جبت ايه. ايه دي؟ الله، دي شهادة ميلاد جمال مهران. ايوه، اسم الام بقى. اسم الام حياة محمود لبيب. شوف دي كمان. الله يخرب عقلي، بالسرعة دي جبت صورة من عقد الملكية. اقرا اسم المالك. حياة محمود لبيب، يعني هو. قصدك مش هو، يعني مش هو اللي المفروض يكون في المكان ده. كلامك مظبوط، مش هو، لكن مين عارف؟ مش يمكن لو كان جمال مهران الحقيقي عايش ما كانش قدر يوصل للمكانة دي. جمال مهران اللي موجود دلوقتي وصل للمكانة دي بمجهوده وثقة الناس فيه. وزير، عضو مجلس الشعب، صاحب مؤسسة مهران للصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير. حسب معلوماتي انه ورث المؤسسة دي عن ابوه وامه، يعني ما استغلش منصبه عشان يكونها. لكن الحقيقة هي انه خد مكان واحد تاني وخد ثروته، ثروة ملوش حق الاستمتاع بيها. لكن ايه الحل؟ تواجهه. هينكر. ما يقدرش. يعني ايه؟ عايزاه يوافق انه يستغل ثروة مش ملكه؟ عايزاه يهز مكانته الاجتماعية؟ وعشان ايه؟ مين اللي هيصدق الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ افرضي حد صدق. فين الدليل؟ مفيش أي دليل. مستحيل هيتنازل عن تعب وجهد الشقاء السنين اللي فاتت دي كلها عشان واحد ما يعرفوش واحد ميت ولا حد اكتشف الجريمة. اللي اتقتل جمال مهران الحقيقي، واللي قتله جوز أمه. جمال مهران اللي موجود دلوقتي ملوش أي ذنب يا نجلاء. هاشم، مش أنت اللي تقول كده؟ يا نجلاء أنا تعبت، حقيقي تعبت. اسمعني يا هاشم، أنت مش مطلوب منك إنك تحاكمه، مطلوب منك إنك تواجهه. إحنا مش قضاة عشان نحكم عليه. أمال إيه؟ أرجوك يا هاشم، في روح تتعذب ولازم تستريح. حاضر يا نجلاء، حاضر. ابنك مال؟ اختفى من 10 سنين. انت اسمك ايه؟ أنا اسمي عباس أبو الخير عبد السلام. قولوا بعدين. دورت عليه في كل حتة ما لقيتوش. يئست، سبت مصر وسافرت بلاد بره، لكن رجعت من سنة. كنت نسيت الموضوع خالص لغاية ما جالي واحد صاحبي قال لي إن ابني كان بيلعب مع أولاده هنا لما كانوا بيزوروا جمال بيه. طب وصاحبك ده ما قالكش الكلام ده ليه من 10 سنين؟ بصراحة خاف يقول لي لأنه وزير وبيخاف يعني على مركزه الاجتماعي. ممكن برضه حاكم الناس الكبار دول بيخافوا على سمعتهم موت. بيقولوا في هنا بير يكونش وقع فيه. يوه، ده بير قديم اتردم من زمان. مش جايز هو ده؟ طب نبلغ البوليس. لا بوليس ايه؟ لا ليه؟ انت مش بتقول ان ابنك وقع فيه؟ يا سيدي لو بلغنا البوليس وجاه ملقاش حاجة هيبقى بلاغ كاذب. كلامك مظبوط. دلوقتي لو دورنا ولقينا ابني نبلغ البوليس، ساعتها انتوا هتكونوا شهود معايا ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان، انت عندك العيب. اتفضل. طب تعالى خد معايا. حاضر يا بيه. امسك ابويا الحبل. امسك قدام.
ايه اللي نايمك كده؟ قلقتني عليك، كنت فين؟ مهم تعرفي؟ اه. طيب. ده رحت؟ هو ده اللي حصل يا نجلاء. وهربت؟ عايزاني اعمل ايه؟ ابلغ البوليس؟ هيكتشف ان انا كذاب، لا عندي ولد ولا عمري كان عندي ولد. عموما مش فاضل غير المواجهة. وهي دي اصعب مرحلة. ايوه يا علواني، في ايه؟ ايه؟ جثة؟ جثة مين؟ جثة طفل؟ هيكل؟ فين؟ عندي انا في بيت انا؟ ايوه فين؟ في الغيط ولا فين بالظبط؟ بير؟ بير ايه؟ جرالك ايه يا علواني؟ مالك؟ انت بتخرف ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اجي فين يا افندي؟ ما انت عارف ان انا ورايا شغل وعندي النهارده جلسه في المجلس وبحضر لها. طيب يا علواني، طيب. جمال بيه، انا الدكتور هاشم فريد، في موضوع خاص عايز اكلم سيادتك فيه. انا مش فاضي دلوقتي. ده الكاتب بتاعي، سيادتك تحدد الميعاد وانا تحت امرك. انا مستعجل دلوقتي. جمال بيه، في موضوع يهم مستقبلك السياسي. طيب ارجوك، انا مستعجل دلوقتي وابقى حدد معاك بعدين، بعد اذنك. اطلب لي رئيس شكري عطاد. الو، اديني الاستاذ شكري عطاد من فضلك. جمال مهران. ايوه يا شكري، انا عايزك ضروري. في واحد بيهددني ويقول عايز يقابلني في موضوع خطير يهم مستقبلي وسمعتي السياسيه. اسمع، خد عندك العنوان ده.
حضرتك الاستاذ هاشم فريد؟ دكتور هاشم فريد. ممكن ادخل؟ مين حضرتك؟ شكري عبد التواب، وكيل اعمال الاستاذ جمال مهران. اي خدمه؟ ايوه. تحت امرك. في حاجه خاصه بالاستاذ جمال معاك، ممكن تديها لي؟ خاصه افتكرت اخدها لو سمحت. متاسف. ما هو لو ما اخدتهاش دلوقتي بالذوق هروح اسم البوليس واقدم محضر واجيب اذن من النيابه بالتفتيش، والبوليس هيجي ويقلب القصر الجميل ده كله. بقول لك ايه، انت فاكر ان البوليس ده قطاع خاص مش تحت امرك ولا ايه؟ شفت اللي حصل؟ دول باعتين ورقه من الاسم وبيقولوا انهم عايزيني ضروري. سوري انا ما كنتش عارفه انه عندك حد. بس ده مش حد، ده ماشي دلوقتي. اتفضل. يبقى حضرتك اخترت الحل التاني صح اللي قلت عليه. صح. مع السلامه. اتفضل اتفضل. مين الراجل الغريب ده؟ ده يا ستي وكيل اعمال جمال مهران، جاي بيهددني وعايز السلسله. طب وبعدين؟ زي ما شفتي. الحق، ورقه ايه اللي جات لك من الاسم؟ مش عارفه ومش عارفه اروح ولا لا. اكيد بسبب الولد اللي هنا، كانت ورطه سودة. لازم تروحي. معلش انا هفضل هنا لاني متاكد ان في حاجات كتير جدا هتحصل، انا عارف. طب خلاص هكلمك اول ما اروح. طيب. باي باي. مع السلامه. ايوه انا نجلة يا هاشم، بكلمك من الشارع. في حاجة غريبة حصلت. شكري عبد التواب اتحشد. معرفش، حادثة عربية. العربية اتقلبت فجأة. الناس كلها مستغربة، بيقولوا ما كانش فيه عربية معدية ولا بيفادي حد. انا شفت الحادثه يا نجلاء، بعدين افهمك. زي ما اتفقنا. استنيكي. بلغتوا البوليس ولا لا؟ بلغته دلوقتي. طيب يا ترى الجثه دي بتاعت مين؟ جايز جثة ولد كان بيلعب واقف في البير، محدش خد باله ان محدش بلغ. طيب والراجل اللي قالوا لنا عليه ده؟ نصاب. نصاب في ايه بس؟ وكان جاي ليه؟ وعايز ايه؟ والله غريب يا فندم. يكونش هو الدكتور اللي جه يقابلني الصبح ده؟ جايز يا فندم. ايوه بس عايز مني ايه؟ الو. ايوه. طيب حاضر. المكتب. ايوه. ايه؟ بتقول ايه؟ وحصلت امتى الحكايه دي؟ فين؟ في المعادي؟ طيب طيب. مساء الخير. دكتور هاشم فريد. ايوه اتفضل.
نعم. سيادتك اللي طلبتني حددت ميعاد الساعة 8 مساء. أنا موجود قدامك. أي خير. انت عايز ايه؟ وعايز تقابلني ليه؟ مكان من الأول يا جمال بيه. بدل ما تبعت لي أفندي سمك يهددني ويفتح لي محضر. من فضلك انا مش فاضي وعندي شغل كتير، لو سمحت اختصر. إذا كان عند سيادتك وقت أنا تحت أمرك، ما عندكش ممكن نحدد ميعاد تاني. بعد إذنك. استنى. انت كنت بتعمل ايه في العزبة عندي؟ يعني سيادتك استنتجت إن أنا اللي كنت هناك في العزم؟ تقريبا نفس الاوصاف. عشان كده طلبتني؟ ايه حكاية موت شكري عبد التواب؟ وقصة مين اللي انت رحت العزبة عشان تلاقيها؟ وازاي مات شكري؟ ايه حكايتك بالظبط؟ ثم ايه اللي جاب السلسلة بتاعتي معاك؟ تعرف سيادتك هيكل مين اللي لقيناه في البير في العزبة؟ هيكل جثة طفل طبعا. عارف مين الطفل ده؟ وانا هعرف منين؟ تحب تعرف؟ طبعا. طفل اسمه جمال شوكة مهران. نعم. أظن سيادتك سمعت الاسم كويس. طبعا سمعته، لكن أنا جمال شوكة مهران. للأسف سيادتك لقيط. اخرس. أنت اللي هتخلص واسمعني كويس لأني تعبت من اليوم اللي سكنت فيه في القصر اللي اتقتل فيه جمال مهران. أنت بتخلص بتقول إيه؟ أنا ما بخلصش. أنا معايا أدلة على كل كلامي. اسمع بقول لك، أنا عارف اللي زيك كويس أوي. يعمل شوشرة عشان ياخد له قرشين والسلام، لكن لا، أنا ما عنديش استعداد أبدا إني أتحمل أي تحديات أو وجع دماغ عشان شيء أنا عارفه ومتأكد منه. أنا كمان ما عنديش استعداد لأي مشاكل ولا وجع دماغ على شيء أنا كمان متأكد منه. متأكد من إيه؟ من إن أنا مش جمال مهران؟ أنا زي ما قلت لك أنت طفل لقيط. جمال مهران الحقيقي اتقتل في القصر اللي أنا ساكن فيه دلوقتي. اللي قتله جوز أمه. أنت بتقول إيه؟ جمال شوكة مهران كان طفل عاجز مشلول. أبوه الله يرحمه شوكة مهران ساب له ثروة كبيرة ومات. الأم كتبت الثروة باسم ابنها وماتت. أبو زيد حسن جوز الأم قتل الطفل جمال شوكة مهران لأنه كان ميؤوس من شفائه ودفنه في العزبة. واتبنى طفل من هنا وسافر بيه على أوروبا عشان يتمتع بالثروة كلها. لكن للأسف أبو زيد حسن مات في أوروبا. أبويا مات في أوروبا. عندي ما يثبت إن شوكة مهران مات هنا بالسكتة القلبية. اللي سافر معاك أوروبا ومات هناك هو أبو زيد حسن جوز والدة جمال شوكة مهران الحقيقي واللي اتبناك. ما حصلش. أبويا هو شوكة مهران وهو اللي سافر أوروبا وأنا سافرت معاه وأنا طفل صغير. هو مات هناك وأنا رجعت. لا هو شوكة مهران ولا أنت جمال شوكة مهران. مستحيل. قصدك يعني ايه؟ ايوه يا جمال بيه قصدي. اسمح لي انا مضطر اناديك بالاسم ده لان ما اعرفش اسمك الحقيقي ولا انت كمان. انت مالكش ذنب، مالكش دخل في الجريمه. بالعكس انت حافظت على ثروه طفل مات مقتول. مين عارف لو كان عايش الطفل ده كان عمل ايه في الثروه. لكن انت كبرت وسبت ثقه الناس وانا واحد من الناس دول. أنا مش مصدق. لا صدق، لأنك متأكد كويس قوي إن ماليش أطماع ورا الحكاية دي. كل المطلوب مني إني أواجهك بالحقيقة. مطلوب منك؟ ومين اللي طلب منك؟ جمال مهران. روح جمال مهران. وعايز نصدق اللي أنت بتقوله ده؟ الشريطين دول فيهم ما يثبت إن روح جمال مهران موجود. متخافش، صدقني ما عنديش نسخ تانية. الظرف ده فيه عقد بيع القصر وشهادة وفاة شوكة مهران هنا في مصر وشهادة وفاة والدتك.
والمفروض شهادة ميلادك. وفي كمان عقد جواز والدتك من أبو زيد حسن اللي اتبناك وسافرت معاه أوروبا ومات هناك. السلسلة دي كانت مع الهيكل في العزبة. ما تخافش، صدقني محدش هيعرف حاجة. مش عارف انا ليه واثق فيك. أنا آسف. عن إذنك. دقيقة واحدة. في حد غيرك يعرف الموضوع ده؟ واحدة، لكن ما تخافش. بعد إذنك.